السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سكيب لاج اكسكلوسيف فلايت. التطبيق ده مساحته 48 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بحجز تذاكر الطيران. لو انت مسافر اي دولة، رايح كسياحة، رحلة، كسفر، شغل، كأي حاجة، عايز تشوف، تعرف أسعار الطيران قد ايه، عايز تعرف الفنادق الفنادق التلات نجوم والخمس نجوم أسعارها ايه، عايز تأجر عربية. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من خلال التطبيق ده. أول حاجة انت بتحمل التطبيق، بت بتخش تشوف الأسعار بتاع الدولة اللي انت رايحها. تذاكر الطيران بيعرض لك كل شركات الطيران اللي عندك في البلد اللي انت فيها، او والطيران اللي هو بيروح للبلد اللي انت عايز تروحها. بيعرض لك كل اسعار تذاكر الطيران. طبعا انت لازم تكون متابع على التطبيق ده مثلا من قبل ما تسافر بفتره، عشان شركات الطيران بتنزل عروض او بتنزل اسعار مخفضه في اوقات معينه من السنه. فلو انت مش عايز تروح في وقت معين بعينه، يعني مثلا في شهر 7، في شهر 8، مش عايز تروح في الشهور دي مثلا بالذات، عايز تروح في اي وقت وخلاص، فانت ممكن تقدر تتابع على التطبيق ده علشان تشوف الوقت اللي بينزل فيه العروض والاسعار المخفضه. اول حاجه بتختار الوقت بقى المناسب اللي انت هتطلع فيه الرحله لما بتلاقي السعر مخفض. كمان بعد ما بتروح ممكن او قبل ما بتروح كمان بتشوف اسعار الفنادق ايه، وممكن تقدر من خلال التطبيق ان انت تحجز في الفندق. طبعا بتقدر بتدفع بالفيزا كارت او الماستر كارد بتاعتك عادي. بعد كده من بعد ما توصل البلد برضو نفس النظام، بتقدر ان انت تشوف السياره اللي انت عايزها وتأجرها، طبعا على حسب الموديل وحسب الماركه بتاعت السياره ايه. كل طبعا ماركه سعرها بيختلف. وبس كده، هو يعني انت كل اللي انت بتحتاجه في السفر هو التطبيق ده بيوفره لك. مشكلة التطبيق ده ان هو بيديك سعر قليل جدا على حسب وقت طويل جدا. يعني ايه؟ يعني لو انت مسافر الرحلة دي هتحتاج مثلا وقت 3 ساعات. الرحلة من خلال التطبيق ده هتاخدها بنص التمن، بس بدل ما تروح في 3 ساعات ممكن تروح في 6 ساعات، في 8 ساعات. حاجات زي كده يعني انت بتوفر مال مقابل وقت زيادة. انت بتستهلك وقت زيادة في الرحلة. بس كده، هي دي مشكلة بس حبيت ان انا اعرفها لكم. طبعا التطبيق ما بيدعمش اللغة العربية، بيدعم اللغة الانجليزية، عشان برضو لو حد مش كويس قوي في الانجليش هيلاقي التطبيق صعب معاه. وطبعا يا ريت لو حد مش احسن حاجة في الانجليش يعني، يبقى محمل التطبيق بتاع جوجل ترانسليشن، فهيفيده وهيسهل عليه الموضوع خالص. بس كده، ده طبعا ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. شفت ميزة قبل التطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.